بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده يوم جديد عند الحمام، زي ما تعودنا طبعا نخبط على الباب عشان نفتح، عشان الجزء اللي تحت الباب على طول. النهارده في يوم جديد ويوم متعب عند الحمام، هنعمل فيه حاجات كتيرة وهنشوف شغل جديد وزغاليل جديدة، وهنشوف الزغاليل وصلت معانا لحد فين. في حاجات ماتت وحاجات تانية جت جديدة. هنظبط الدنيا، هننضف الأوضة زي ما انتم شايفين الأوضة، شايفين عاملة ازاي. هنظبطها. أول حاجة جبنا الكمامة الجميلة بتاعتنا وندخل بقى نظبط. هنمسك بقى الارضيه ننضفها الاول من من الاولح والقرف اللي فيها دوتي، نشيل كل الحاجات اللي على الارض ديت، هننضف كل ده. طبعا النهارده هيبقى يوم متعب، محدش يسألني الخشبه دي جت منين، انا والله ما اعرف، بس يلا تابع معانا الاخر تستمتع بالفيديو ان شاء الله. هنشيل العلفه بس نركنها على جنب، فبعد كده هنجيب الطوب ده نحطه على جنب هنا. النهارده هيبقى فيديو جميل اوي، صلي على النبي معانا في الكومنتات كده وكمل الاخر لو عايز تستمتع بالفيديو. اولا هنجيب السكينه اللي هنحك بيها الارضيه بتاعتنا، هننضف بقى الارض كويس عشان نشيل الزبل منها، مش هنخلي اي حاجه في الارض خالص. تابع معانا للاخر، هيبقى فيديو جميل اوي، ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. نكمل زي ما احنا هنا شايفين، هنبدأ نحك في الارض كلها وننضفها ونشيل كل حاجة من الارض، مش هنخلي اي حاجة خالص، هننضف الأوضة وهنظبط الدنيا كلها. عشان طبعا مش هينفع كده، انا المفروض ان انا بنضف مرة في الاسبوع او مرتين، بس الفترة اللي فاتت ديت لسه بقى رمضان وكده، والواحد ما كانش بيقدر يطلع فوق عند الحمام ولا يعمل حاجة، فدلوقتي بقى نشوف شغل تاني خالص. تعالى اوريكم الأوضة بعد ما نخلصها. يلا شوف يا معلم. ده كده بعد ما خلصنا الأوضة، خلصنا الأوضة كلها ونضفناها وظبطناها كلها، ومبقاش في أي حاجة الحمد لله. الأوضة نضفت إن شاء الله، ننضف أول بأول. بس في حاجة تانية عايزين نعملها. شايفين الطوب اللي في الأرض دوتي؟ عايز أضيق الفتحة بتاع الشباك دياتي، لأن الحمام أول ما بدخل الأوضة كله بيطير مرة واحدة وبيفضل يخبط في بعض، فأنا لما أضيق الفتحة ده أعرف أتحكم في الحمام شوية. فأنا هاخد الطوب اللي في الأرض ده أرصه هنا فوق مكان ما الحمام واقف كده، هنضيق بيه الفتحة شوية. تعالى نرصها، وأول ما أخلصها في الآخر هوريها لكم. هبدأ ارص واصغر الفتحة ده على الاخر، مش هضيقها، مش هخليها كبيرة زي ما انتم شايفين كده، لان عشان اعرف اتحكم في الحمام شوية. الحمام مبعرفش اتحكم فيه، وزي ما انتم شايفين الأوضة اهو، شوفوا تاني كده النظافة بتاع الأوضة ايه اللي عاملة ازاي. ظبطنا الأوضة كلها الحمد لله. نيجي بقى نشوف اخر حاجة بقى. ده بعد ما خلصنا الأوضة ورصينا الشباك وظبطنا الدنيا، وهنشوف بقى الزغاليل وهنشوف كل حاجة دلوقتي. وزي ما متعودين نبدأ بالجزء الجميل بتاعنا، المراسلة على جمعيات. اهو ده اول جزء عندنا، شايفين الحمد لله الجزء وصل لحد فين. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجوز الحمد لله زي الفل اهوت، ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله. والتأكيل الحمد لله، الحمام مأكل وكل حاجة، ونضفنا طبعا تحتيهم عشان تحتيهم كان متبهدل خالص. هنخش بقى اكمل معاه دي الكلفة بتاعتنا اللي بنأكلها وهنا طبعا مفيش حاجة خالص غير يعتبر القص العبسي دوت. وكانوا زغلولين والله ما عارف الزغلول التاني راح فين، اختفى مرة واحدة، بس الحمد لله. ربنا يبارك في دوتي ويطلع على خير بإذن الله. تعالى خلينا نكمل. متنساش بس المتابعة عشان يوصلك كل جديد، متنساناش باللايك والكومنت الجميل اللي زيك. دول القص الجمعيات اللي كانوا موجودين في الخن تحت. انا طلعتهم لان هنا كنت حاطط الزغلول البلدي تحت القص العطالي اللي انت كنت قايلك عليه، بس الزغلول الحمد لله مات ونزلناه في الفيديو الشورتز ان الزغلول مات. فاحنا بدل ما الجوز واقف على الفاضي العطال، انا خدنا الجوز من تحت من هنا بتاع الجمعيات اللي هنا، حطينا فوق هنا، دول هياكلوهم وفي نفس الوقت الجمعيات يبيض. بعد كده نخش على الزغلول المراسلة الزجري التاني. اللهم صل على النبي، وحاجة زي الفل كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه ويطرح فيهم البركة. تعال خلينا نكمل معانا القص البلدي. ده الجزء البلدي، زغاليل البلد اللي عندنا ده. ده يعتبر الجزء البلدي الوحيد اللي شغال عندنا، باقي الجواز كلها يعتبر انواع تانية يعني. بعد كده الاسترالي بقى. بس زي ما انتم شايفين الحمد لله الاوضه اتظبطت، والحمام مبسوط ان الاوضه نضفت. من زمان اول ما نضفناش بصراحه يا جدعان، رمضان كان الواحد ما بيقدرش يطلع ولا يعمل اي حاجه في الاوضه خالص. فعشان كده الحمد لله ظبطنا الدنيا يعني، ونضفنا الاوضه زي ما انتم شايفين. وده الحمام موجود قدامنا كله اهوت. تعالى بقى خلينا نرجع نشوف الزغلول الاسترالي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. شايفين التاكيل عامل ازاي يا جدعان؟ بسم الله ما شاء الله. من قليل قوي لما تلاقي استرالي بياكل بالطريقه ديت، معظم الاسترالي بيلبن، بس انا عندي قص تاني استرالي هو بيلبن، حتى التلبين ما بيلبنش، فانا بحضر البيض بتاعه لحد الان والله ما خدت منه ولا جوز. نفسي اخد منه جوز واحد. القص التاني ده عظم حاجه كده، هوريها لكم بعدين. يلا خلينا نكمل. ده القص الجمعيات طبعا الاسود. ده طبعا الزغلول بتاعهم، وده الزغلول التاني اللي خدناه من تحت القص الاكول شقلباز. لو عارفين اللي متابع معانا يبقى عارف كل الحاجات دوت. بدل ما ده كان تحتي واحد وده تحتي واحد، لا احنا حطينا الاتنين هنا، دول ياكلوا كويس والتاني يخرج تاني ويبيض. شايفين بقى دول الزغاليل بتاعتنا هم، الله اكبر. القص الشقلباز والقص الجمعيات موجودين في الارض هنا هم، الحمد لله. دول صالحين كده زي ما انتوا شايفين كده. بس في مشكله والله، واحده تعبانه خالص يا جدعان، يا ريت لو حد اللي عنده حل للمشكله دي عرفني. الجدري. الجدري قرفني في عيشتي زي ما انتوا شايفين كده، اوريكم بصوا. شايفين الجدر عامل ازاي.
بجد بجد حاجه اخر قرف، وبنضف تحتهم على طول ومش عارف اعمل لهم ايه تاني والله. ودورت على تحصين مش لاقي، وزي ما انتم شايفين اخواته نضاف مفيش غير الزغلول ده، شايفين ده الله اكبر عامل ازاي. هو الزغلول اللي هناك دوت هو اللي الجدر مبهدل بس. وده بقى الزغلول ابن اللكوه الشقلباظ، ده احلى شغلول عندي، متحمس قوي ان انا اشوف الزغلول دوت. كل يوم كده بطلع افضل ادعب فيه كده زي ما انتم شايفين. يعني بحسه بسكوتايه كده زي ما انتم شايفين، الله اكبر يعني، ربنا يبارك فيه ويطلع على خير باذن الله. نفسي اشوفه اول، لان انا ما خدتش من تحتهم حاجه. لان اصلا القص دوت الشقلباظ الصغير ده مش ولاد اللكوه، لا ده دول ولاد الشقلباظ العادي، بس هم تحسوا ان هم قلبين على الاكول يعني. اما دوت ابنهم بقى، نفسي اشوف زغلول منهم عامل ازاي. بجد والله نفسي اشوف حاجه منهم. وهنا بقى عندنا الحمام بتاعنا، عندنا بقى 4 ذكورة زاجل، الذكر اللي انت شفتوه ده، والذكر اللي واقف على الطوب هناك ده، واللي جنبه على الطوب التاني. وفي واحد تاني هنا هوريلكوا دلوقتي، وفي ده الزاجل ده اللي هو الازازي. وعندك الابيض ده الزاجل الابيض ده. انا كنت جايب قص جمعيات عادي، تمام. القص الجمعيات دول انا فكرته من نتايتين، رحت اشتريت ذكر لواحدة منهم بضت وخرجت، وفضل التانية اللي هي الايه ديت النتايه اهي منهم مع الذكر اللي انا مجوزه لها، وفضل التانية اللي هي الازاز اللي ورا دي انا فكرتها ايه نتايه. لحد الان كل ما احط لها دكر تفضل تعض فيه، ومع ذلك ناعمه والدكوره كلها بتزوف عليها، بس مش عارف ايه الفكره. عندنا بقى الجامعات التانيين دول خرجوا لنا قص، طلعوا الاتنين دكوره. واحنا عندنا الدكر الابيض اللي هو الزاجل، وعندنا الازازي ده، وعندنا الدكر اللي احنا اشتريناه، اصبح عندنا 5 دكوره زاجل. فلو حد عنده اي حاجه زاجل وعايز يبدل، يبدل 2 ب2. وفي نفس الوقت لو حد عنده 4 نيت انا ممكن اشتريهم منه. ده الدكر المراسل اهوت على جامعات اللي قلت لكم عليه، اللي احنا لسه شايفين ابنه دلوقتي. والحمام ده دلوقتي كله اهو الحمد لله بدأ يجي من بره اهوتي عشان عايزين ياكلوا. طبعا انا عايز احط لهم اكل دلوقتي لان هم ما قدامهمش اكل خالص. انا كلفت لهم من شويه، بس عايز ازود لهم ان انا كنت حاطه قليل. شايفين المتسولين دول ما بيصدقوا ادخل جوه يبدا ياكلوا هم من الجردل على طول. بس عادي مش مشكله، احط لهم شويه صغيرين كده ايه يكملوا اكلهم، لان انا ما كنتش حاطط لهم كتير بصراحه. زي ما انتم شايفين كده احط لهم الاكل بتاعهم اهوتي، خلوهم ياكلوا ويبدا ياكلوا عيالهم ايه ويظبطوا الدنيا بتاعتهم. بس هنرجع لورا دلوقتي، خلوهم ياكلوا عيالهم وياكلوا الزغاليل اللي تحتهم كويس، عشان عايزين ناخد ان شاء الله المره دي طرح الزغاليل كويسه ونبدا نطيرها وننش ايه مع بعضينا. انا صغرت طبعا الفتحه بتاع الشباك زي ما قلت لكم، هوريكم دلوقتي اهوتي، عشان لما اجي اطير الحمام اعرف اتحكم فيه، بحيث ان انا حبيت اقفل الفتحه خالص، عايز اكل عايز امسك حاجه، ولما احب اطير افتحها واروح مطيرهم كلهم مره واحده وانش ايه الحمام بتاعنا زي ما انتم فاهمين. بس هو الحمام عموما السايب انا بحب فيه كذا حاجه من مميزات الحمام السايب يعني. هوريكم فيديو في الاخر، دي الفتحه بتاعتنا ايه بعد ما ضيقناها، هنعرف نتحكم فيهم. هوريكم فيديو في الاخر برضه هيعجبكم قوي، مميزات الحمام السايب يعني والتربيه السايب. بس انا من اكتر الحاجات اللي بتعجبني فيه انه ما بيهدروش كلفه. مجرد ما حطيت لهم الكلفه بتاعتهم هم بياكلوا وبيشربوا، ومفيش حاجه بتتهدر خالص، مش زي السلكات لو جه عليها زبل ما ينفعش تاكل، دي هم بينضفوا كل حاجه وانا بحط لهم كميات معقوله. كل واحد بيبقى عارف هو الحمام اللي عنده قد ايه وبياكل قد ايه وبيحتاج كلفه قد ايه. انا بحط لهم المعقول، وفي اخر بحط لهم الاكل ساعه، واخر ما يخلصوا اكلوا ياكلوا زغاليلهم اخش ايه اقشط من تحتيهم، مفيش حاجه بتتهدر. لو فضل حاجه في الارض اتبحترت منهم هنا ولا هنا بيرجعوا ياكلوها كلهم، وما بيسيبوش اي حاجه في الارض يعني ما تقلقوش. والحمام بصراحة يعني الحمام السايب ليه مميزات كتير أوي، بتعرف تتحكم وتطير براحتك وتبقى حاجة كده جميلة. تقعد في وسط الحمام كده تحس إن أنت مرتاح أصلا وأنت قاعد في وسط الحمام بتاعك. بس فالحمد لله يعني، دي كانت الفكرة بتاعت الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، وأتمنى ما تنسانيش بالمتابعة بتاعتك لو عايز تشوف كل جديد. وأتمنى كل واحد يخش يقول لي كلمة يدعمني بيها، ويقول لي إيه رأيكم في المحتوى اللي أنا بقدمه، وقولوا لي لو عندي غلطات عايز أعملها عايز أعدلها، لو عندي أي حاجة عندك أي فكرة عايز تقولها لي قولها لي. وبرضه بحاول اشتري حمام جديد ان شاء الله الفتره الجايه، قولوا لي لو عايز ابدا بقى بالانواع النضيفه ابدا بايه، وبحيث ان انا اجيب يعني حاجه واتخصص فيها ابدا احضر من تحتها. زي ما انتم شايفين الفيديو اللي انا بعرضه لكم ده بمميزات الحمام السايب بقى، شايفين الحمام بياكل من اي حد، ال4 زغاليل بيجروا ورا ذكر واحد، يعني عندكم الحمام السايب اي زغاليل بتاكل من اي حد. ودي حاجه حلوه بحبها في الحمام السايب بصراحه. وغير كده ان هو بيطير بره وبياكل من بره، هو بيلقط رزقه ويجي، حتى لو انت اخرت عليه في ميعاد الكل فهو بياكل من بره ويجي. يلا دي كانت الفكره بتاع الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله، ما تنسانيش بالمتابعه يا غالي.